بعد يومين من المرض جيت اعتني ببشرتي. شوفوا بشرتي كتير تعبانة مثل ما عم تشوفوا في الفيديو، فقررت اليوم اسوي ماسك للعناية بالبشرة. اول مكون اللي هو الخميرة الموجودة والمتوفرة في كل بيت، وثاني مكون بعد متوفر بكل بيت اللي هو مية الورد الأصلية. ضروري يكون أصلي يا بنات لحتى يعطيكم نتيجة حلوة وفعالة. مثل ما عم تشوفوا بحط الخميرة في بول في أي إناء عندكم فاضي، بتزودون عليه كمية لا بأس بها من المية الورد لحتى تحصلوا على قوام كريمي ممكن تطبقونه على الوجه. هذا الماسك كتير منكم رح يقول انه الخميرة ما تصلح في الوجه، الخميرة مضرة، الخميرة بتسوي دود في البشرة. حابة اقولكم انه هذه المعلومات كلها غلط، وممكن تدورون في جوجل راح تلاقون انه المعلومة غلط 100%، وانه الخميرة بتساعد على تفتيح البشرة، بترطب وبتنظف المسام اذا عندكم من الاعماق. فمثل ما عم تشوفوا انا بطبقها على وجهي بهاي الطريقة. بعدين لما بتطبقوها بتحسوا انه بشرتكم ابتدت يعني كأنكم مسوين لها فيلر، بتحسون انه هي مشدودة وفيها ملمس ناعم ورطب كثير. فأنا بنصحكم بهذا الماسك، مكونين بسيطين متوفرين عندكم في البيت ومتوفرين عند كل أسرة في البيت، ومثل ما عم تشوفوا بطبقه على كل وجهي. أكيد لو الوصفة مو حلوة على البشرة ما كنت رح أغامر ببشرتي وأحط عليها، خصوصا إنه أنا أصلا هاليومين بشرتي تعبان وأنا أصلا مريضة. فبطبقها على هذا الشكل كأنكم بتسووا مساج، وفي نفس الوقت بتحطون الخليط على كل وجهكم. شوفوا بعد ما بينشف الماسك شلون البشرة تحسون بيها يعني كأنها مشدودة، لأنه الخليط اوريدي نشف عليها. فهلأ رح يجي دور انكم تسوون مقشر بحركة دائرية. هذا الشي بيعزز الدورة الدموية، ثاني شي بيسوي لكم تقشير، يعني هذا ماسك ومقشر في نفس الوقت 2 in 1. فشوفوا النتيجة باينة قبل وبعد، وراح تشوفوا انه حتى الحبوب والبقع اللي كانت باينة في وجهي في اول الفيديو يعني كأنها انحرقت وصارت باهتة، مو مثل الاول كانت باينة في وجهي. فبستمر هيك، بس بشيل الماسك بحركة دائرية على وجهي مثل ما قلت لكم. في نفس الوقت بتسوون مقشر بمنتوج ناعم على البشرة، وشوفوا النضارة اللي بتعطي بالوجه. جربوها وادعولي.